والله عيب على سنك. عيب اللي انت فيه، عيب اللي انت فيه. طب اللي انا فيه فكك من اللي انت شامله. ده بسبب قر الناس عليا. الفلوس رجعت لي مال حلال مش مال حرام خالص. اعمل معاك ايه؟ اعمل معاك ايه؟ قول لي انا اعمل معاك ايه؟ اعمل معاك ايه؟ صاحب ال 300 مليون جنيه، صاحبة النظرة القاتلة، صاحبة العقل التافه، وصاحبة أنكر الأصوات، وصاحبة علامات الاستفهام، وصاحب الضحكة المنسونة. مش طلع ده كان واحد يتخانق معاه في واحدة. كلهم تم القبض عليهم. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ في ايه؟ ليه فجأة الدنيا اتقلبت كده؟ هل علياء كاميرون جابتهم كلهم الارض بنظرة من عينيها؟ ولا الموضوع اكبر من مجرد حسد؟ بصراحة لو حسد يا علياء فانت ما بتعرفيش تنشلي يا مسكينة، خدتي نفسك في الرجلين. من حوالي شهر بدأ يظهر لي فيديوهات كتير جدا يا جماعة لشخص اسمه شهاب، ولا مش بالتيك توك، انا مش بتابع تيك توك ولا عندي البرنامج اصلا، بل كان بيجي لي فيديوهات ليه باليوتيوب. يوتيوبر كتير كانوا بيتكلموا عنه، عن صاحب الملايين. صراحة بدأت اشوف هو ليه منتشر قوي كده باليوتيوب، وانصدمت وحسيت ساعتها ايضا بشويه ليه، ولاني ليه من الشيطان فقلت لنفسي ابراهيم وحد الله في قلبك يا مؤمن، اشكر ربنا على ملاليمك. غيرك اتولد بدون اقدام، غيرك اتولد بدون ايد، بدون نظر، وليهم كلهم مني كل الاحترام والتقدير. ولكن دي كلها اشياء بقولها لنفسي دايما عشان احمد ربنا على نعمه عليا، لان اقل نعمه عندي فعلا بملايين الدنيا كلها. شاكر مين ده اللي يخليني اقول لنفسي عملت لنا ايه الشهاده؟ مداهم مين ده اللي يخليني اقول لا لازم نفتح لايفات؟ علياء مين دي اللي تخليني اقول دي عملت ايه حلو عشان تلم في شهرين بس 300,000 جنيه؟ تعليمها ايه؟ بلاش تعليمها ايه، لان في ناس مش متعلمه ولكن بتقدم اشياء مفيده. علياء بقى بتقدم ايه؟ الذل وحش، انا بنزل لكم عشان ترجعوا لي الصفحه والدم، رجعوها لي. بالعكس دول ناس اهانوا نفسهم وكرامتهم بناقص الفلوس اللي من الطريق دون، وسبحان الله يفوت الشهر والاقيهم كلهم بيتم القبض عليهم. اللهم لا شماتة، لكن في شيء غلط سيد المواطن، في فلوس كتير بالكوم محدش عارف مصدرها، فليه بتيجي للشباب ديا وعشان ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ده هو شاكر، تيك توكر مشهور جدا. اما بحثت عنه بسبب الضجه اللي هو عاملها، اكتشفت ان السبب في الشهره بتاعته هي الفلوس الكتير اللي بتجيله، وبالتحديد الفلوس اللي جات له في احد اللايفات بتاعته، واللي كان شاكر فاتح لايف عادي جدا وفجاه سخن الداعمين كلهم على بعض، اسود بقى وحيتان، ودي هدايا بفلوس كتير جدا. اتقال انه باليوم دون تحديدا جمع ما يقارب ال 50 مليون جنيه، يعني مليون دولار، ولكن بالعادي بيعمل مليون في اللايف الواحد، يعني يوميا لو فتح لايف هيعمل في شهر 30 مليون جنيه واكتر. لدرجه انه لما كان قاعد في احد البودكاستات باليوتيوب واتسال عن النقطه دي ما انكرش نهائي، بل كان الشخص اللي بيساله بيديله ارقام ويقول له هل انا صح ولا غلط. يعني كان بيقول له انت عملت نص مليون باللايف، يقول له لا اعلى. في اللايف مده اللايف اللي هي 3 ساعات تمام، فوق ال 500,000 ولا تحت ال 500,000 جنيه؟ فوق ال 500,000 جنيه، فوق ال 800,000 جنيه ولا تحت ال 800,000 جنيه؟ فوق ال 900,000 جنيه ولا تحت ال 900,000 جنيه؟ وربنا لو قال فوق لا افتح لايف دلوقتي. الصراحه عايز الصراحه افتح لايف فوق. الله اكبر الله اكبر. قال له ده انت بقالك سنين على كده، انت عملت فوق ال 300 مليون جنيه. سكت شويه وكانه بيقول له ايوه انا عملت كده واكتر. لما واحد زي دون عامل كل الفلوس دي يبقى في شيء غلط، واللي يغيظك ويفرسك اكتر انه رايح يقول لك في البرنامج دون انه اهم شيء انه شخص مؤثر بيقدم شيء مفيد. يعني شاكر بيطلع اللايف الواحد بيكسب اكتر من مليون جنيه في اللايف الواحد. يعني هو مش بالضروري، بس انت سالتني مثلا عن لايف امبارح، احيانا في لايفات انا ممكن اطلع اتكلم بس مع الناس، انا مش هدفي الاول المكسب على قد ما هدفي ان انا يكون ليا تاثير في وسط الناس. مؤثر مين يا عم؟ احنا هنضحك على بعضنا؟ عايز اقول لك ان انت من ناحيه مؤثر فانت مؤثر فعلا، انت مؤثر بالنسوان اللي بتطلعها معاك،
وانت اغلب متابعيك اطفال وشباب في سن المراهقه، مؤثر بالالفاظ الخارجه والايحاءات الجنسيه. مؤثر ايه يا عم اتقي الله؟ لا ويغيظك اكتر ويقول لك نفس الشيء لمداهم. مداهم بيعجبني فيه انه صريح مع الكل، بيقول لك انهم شحاتين الكترونيين، فالراجل ما عندوش مانع انه شحات الكتروني، ولكن شاكر ما سكتلوش طبعا وقال له لا 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 يا مداهم، احنا بنقدم محتوى. الحكم الاول يا عرشانه. لا حكم مين يا حبيبي؟ حكم على نفسك، انا مش عليك حكم يا بابا، انت هتمثله كفايه. الحكم الاول 80 جلده. محتوى يا اخي محتوى. خلينا انا بقى يا شاكر اقول لك انت مؤثر في ايه بالظبط، واعرفك سيدي المشاهد هما بيجيبوا الفلوس دي ازاي. الموضوع يا جماعه ان الكل شايف ان التيك توكرز عباره عن غسالين اموال، وان دي جمعيات ودايره، الفلوس بتتحط وبترجع لاصحابها التاني. طب ليه؟ عشان الفلوس دي مصدرها وحش، فبالتالي بيدعموا بيها اللي زي شاكر ومداهم عشان تتغسل عندهم. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا اصحاب الفلوس المشمومه عاوزين يخلوا الفلوس دي مش مشمومه، فيقوموا يوظفوا اللي زي شاكر ومداهم ويقولوا لهم هندعمكم بدعم مادي محترم وهناخد فلوسنا تاني لما تستلموها من التيك توك. كده الفلوس اصبحت جايه عن طريق التيك توك، يعني فلوس نضيفه 100%. فيقوم اصحاب الفلوس المشمومه ياخدوا فلوسهم وشاكر ياخد نصيبه، ويزيد عندهم كمان الداعمين، والسبب كان اصحاب الفلوس المشمومه. بس انا عندي توقع اخر جنب توقع المغسله دي، لان حضرتك لو الموضوع مغسله فعلا كانت الداخليه جابت كل اللي بيغسلوا الاموال وطلعت خبر ان العيال دي بتغسل كمان، لكن ما فيش اي كلام خالص عن موضوع غسيل الاموال. كله اللي طلع بنظريه الغسيل كان اجتهاد شخصي من صناع المحتوى والمواقع. فانا عندي توقع اخر وخليني اقوله لك. من حوالي سنة ونص يا جماعة بعد اللي حصل مع اخواتنا بدأ يظهر لجان من الشباب بيتم توظيفهم عن طريق اللي ما يتسموش، والشباب دي مش مننا، منهم برضه. والشباب دي كان كل هدفهم هم انهم يوقعوا العرب ببعض، يعني مثلا السعودية تقع في مصر، الجزائر تقع في المغرب، وهكذا. طب ازاي الموضوع كان بيتم؟ الشباب دي كانت بتدخل بالالاف الحسابات الوهميه وبيبداوا يعلقوا في الكومنتس بكل وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات عنيفه ومليانه اهانات. طب بيهينوا مين؟ مثلا لو مصري كاتب كومنت في اي سبجكت يدخلوا يكلموه على انهم من السعوديه مثلا ويهزقوا فيه هو ومصر وحضارته، وكذلك لو لقوا سعودي هو اللي كاتب الكومنت بيعملوا نفس الشيء، لحد ما اتفضحوا وتعرف انها لجان تبع اللي ما يتسموش. فلما اتفضحوا الموضوع بقى مفهوم، فقال لك يطوروا الموضوع اكتر، لان بعدها من قريب على فكره زير يوتيوبر سعوديين ومصريين بداوا يتخانقوا مع بعض، لا وكانوا بيشتموا في دول بعض، وكذلك المغرب والجزائر وغيرهم كتير. طب ليه؟ فلما انت تشوف كل اليوتيوبرز دول واللي هم عرب اصلا 100% مش هيجي في بالك اي شك انهم لجان، لانهم فعلا عرب. ده غير كمان انهم معروفين بالسوشيال ميديا، كل اللي هيجي في بالك انهم فعلا كل واحد فيهم بيكره التاني ودولته، وعشان كده بيهزقوا في بعض. والشخص النضيف فقط هو اللي هيدخل يقول لك احنا اخوات، والعيال دول قله قليله لا يمثلوا اي دوله باي شيء. عاوز اقول لك ان الناس دي كلها مدفوع لها برضه، وهم لجان ايضا، وكله من اجل انهم يوقعوا ما بيننا كعرب. في طرف خفي سيد المشاهد، طرف ثالث هو اللي دايما بيدفع، طرف هو اللي دايما بيوظف اللجان دي زي اليوتيوبرز والناس في الكومنتات وغيره، ودايما عامل زي الكوبرا بيبخ سمه. هتقول لي وكل ده علاقته ايه بشاكر وغيره؟ هقول لك ما هو الموضوع كل مدى بيحصل له زي ابجريد، تطور. الاول كان لجان بالكومنتس، بعدها بقت يوتيوبرز عرب بيتم الدفع ليهم، اما بعدها اتطور الموضوع وبقى دعم بالفلوس لينا. حضرتك انا لما ادفع لواحد زي شاكر مليون في اللايف، شوف كم الف شاب هيسيب وظيفته. الطالب اللي لسه ما خلصش هندسه اصلا هيستسلم للمغريات وهيتجه للتيك توك والاهانه الذاتيه. الدكتور كذلك، الفلاح هيسيب فلاحته وزراعته والارض وهيعمل نفس الشيء. وده بالمناسبه المداح القى الضوء عليه بمسلسله اللي فات، ورانا ان في من اخواتنا بالدول الريفيه بداوا يسيبوا شغلهم تماما ويتجهوا لللايفات بالتيك توك، ودي حقيقه. مغريات الدعم الكاذب دمرت كتير يا جماعه، بل دمرت حتى نفسيه شباب كتير. في شباب كتير سالت نفسها السؤال دون، هو شاكر بيعمل ايه؟ بيقدم ايه عشان ياخد كل دون؟ وانا اللي طلعان عيني 20 سنه تعليم وتعب وفي الاخر موظف ب 7000 جنيه. علياء عملت ايه غير الحقد والغل والحسد عشان تاخد 300,000 جنيه في شهرين، وانا مش لاقي باقي لمرتبي يخليني اكمل الشهر. انت مش صغير. عمل ايه مداهم غير الضحكه المنسونه بتاعته وتوقيع الناس في بعض عشان يجيله كل الفلوس دي؟ ادي ترند لوحدك، اقسم بالله ادي ترند لوحدك. ايه اللي يخلي شخص
يدفع فلوس لشخص تاني ويدعمه. انت ليه بتدفع فلوس وانت رايح تتفرج على ماتش حلو؟ بالظبط. ايه ده؟ ايه في ايه؟ لا بس انت فبالتالي بيلاقي نفسه الشاب بيستسلم للمغريات دي وبيخش هو كمان. فعرفت ازاي انت مؤثر يا عم شاكر؟ بسببك الاف بل ملايين الشباب اتجهوا لنفس طريقك. لا والاسوأ انهم تركوا وظيفتهم وحياتهم الطبيعيه من اجل جولات قذره. عزيزي المشاهد لو شايف ان الشيء ده مش مؤثر فعايز اقول لك ان هم بيدمرونا داخليا، بيدمروا شبابنا، لان الشباب هو المستقبل. عزيزي المشاهد ولا مليون جنيه في لايف واحد ولا حتى 300 مليون جنيه في حسابك هيشبعوا احتياجك او حتى هيخلوك تحس انك خدت حقك. انا عن نفسي كل يوم لما بشوف الاصناف دي بقول لنفسي الحمد لله على مكانتي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. انا اخاف على نفسي وانا معايا فلوس كتير زي كده. حضرتك هحس بملل، هحس بوحده، هحس بفقر كبير وانا معايا كل الفلوس دي، وده لان الفلوس السهله هتكرهك في حياتك. كل شيء بقى سهل حتى ما بتتعبش انك تجيبه وكانك مهكر الحياه. صدقني الفلوس الكتيره مش هتصلح منك بل هتفسدك. تحب تعرف ليه؟ خليني اعرفك ليه. الداخليه امبارح نزلت خبر بتقول فيه تم ضبط صانع محتوى ومدير اعماله بسبب نشرهم لمقاطع فيديو بتتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الاسريه. مين يا عم صانع المحتوى ده؟ ايوه هو شاكر. خد الكبيره بقى، يعني يبقى عندك كل الملايين دي وبرضه شخص فاسد عشان بس تحمده ربنا. الداخليه لما طبت عليهم مسكت عنده في شقته سلاح ناري غير مرخص ومعاه كمان كميه من مخدر الايس والحشيش. انت متخيل؟ طبعا مش اتجار ولكن تعاطي، وده حسب اعترافهم، يعني مدمن. يعني انت متخيل الفلوس بوظته ازاي؟ او ممكن هو يكون اصلا الله اعلم في الاساس كان بايظ، ولكن في الاساس وفي المجمل الشخص بقت حياته سهله جدا ومعاه ملايين، مستني منه ايه؟ ده غير ان في اقاويل اصلا انه كان ضابط تم رفضه بسبب سلوكه الوحش، ولكن ده شيء مش مؤكد. فانا عايزك تحمد ربنا يا صاحبي، احيانا الفلوس الكتير بتكون نكبه، فما تبصش للاشكال دي. انت مكانتك حلوه قوي، احمد ربنا على الفلوس اللي انت بتاخدها في شغلك. اما بالنسبه لسوزي فبص يا جماعه، انا عمري ما حبيت سوزي ولا تقبلتها، وفي نفس الوقت مش بكرهها، انا مشفق عليها. انا اتعرفت عليها من خلال حلقه نزلت بقناه واحد اسمه عبعاطي، وده هيجيله بحلقه لوحده لاني كاتبها من شهر. المهم انا مشفق على البنت دي. البنت ضحيه لاهلها، اهل مش بيسالوك انت رايح فين وجاي منين، بتعمل ايه في حياتك، مفيش. بنت بتشخر لابوها، بتشتمه وابوها ساكت، ومش ضعف على فكره. لكن انا شفت احد الفيديوهات ليها ادت لوالدها تقريبا 10000 جنيه او حاجه زي كده يعني، ووالدها دون على قد حاله، يعني شخص فقير، فلما ياخد مبلغ زي دون فاعملي يا بنتي اللي انت عايزاه. ودي هي النكبه الحقيقيه، الاهل يا جماعه. يعني من الاخر كده سوزي بتسكت عيلتها بالفلوس الكتير. طب انا ما بحبهاش ليه؟ وبرضه مش بكرهها، انا فقط منفر منها، حاسس لما بشوفها باشمئزاز وقرف. سوزي يا جماعه من مدينه في مصر اسمها المطريه، مدينه معروفه بناسها الاصيله والمحترمين. فلما تطلع من عندنا من الاحياء الشعبيه البسيطه بنت وتروح تعيش لك بالتجمع لوحدها، وانا ما اعرفش الصراحه هي عايشه في التجمع لوحدها ولا لا، ولكن واضح من كلامها ان هي عايشه لوحدها. ما معاكي في مدينتي ولا لسه في لا شويه كده وشويه كده. تحب تيجي تغير جو بجيب نتفسح براحتنا وتروح شتماني في اخر اليوم ومخلينا اروح. ليه؟ تقول لي عايز اروح المطريه. والمهم وتصاحب لك كمان عيل زي الواد دون اللي اسمه مؤمن، وتقول لك لا 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 احنا اصحاب بس. ولما يسالها البيع بعاطي ان مؤمن بتاعها لو قفشتيه ماشي مع واحده هتعملي ايه؟ تقول له لو لمحتها مرجعها، يعني في علاقه حب. طب انت بتحبي الولد وبتغيري عليه، انت فاهمه بتتكلمي في ايه؟ ده انت من المطريه، انت من مصر، في المجمل انت من مصر، مصر عربيه، فانت فاهمه بتتكلمي في ايه؟ مصاحبه عيل زيها وماشي معاه وبتقول لك مفيش بينها وبينه اي حاجه، لكن لو لمحت واحده بتاخده منها هتمرجعها. حضرتك دي مش اوروبا، انت طالعه من بيئه شعبيه، انت ازاي ماشيه مع ولد عادي؟ ما تقوليش انها حره، ما تقوليش ان ده شيء عادي. انا من احياء شعبيه وعمرنا هنا ما وافقنا على الشيء دون. ثم هي مش حره لانها شخصيه دلوقتي عندها 10 مليون متابع، لان بنات كتيره بتتابعها وهتقلدها. لا ده بيقلدوها فعلا. انا شفت بنات نفسها ان هي تعيش زيها كده لوحدها وتشوف حياتها. التمدن يا جماعه مش بصحبه الولاد للبنات وماشيهم مع بعض، ولا انهم يحبوا بعض. ده مش تمدن، ده فجر. قال لي مين مؤمن؟ يعني ايه ما تعرفوش؟ مين؟ مؤمن؟ مؤمن صاحبي. ما دي بنت انت لسه قايله مفيش حد. ماشي ما هو صاحبي، هو قال لي مين مؤمن. خلاص حقك عليا، انا اسفه مؤمن. ده الشيء اللي مخليني بنفر منها، لانها بتاثر على البنات اللي زيها. انا حتى مش عارف ان هي قاعده لوحدها بالتجمع ولا لا، ولكن لما بسمعها كتير بتتكلم بلاقيها بتقول انها شويه تروح تقعد عند اهلها بالمطريه وشويه في التجمع، يعني تقريبا عايشه في التجمع لوحدها. طب انت يا بنتي قاعده مع مين هناك؟
ده احنا ما تربناش عليه. بس سيبك من كل دون، خلينا نمسك في اللي هيجي يقول لك يا اسطى دي على نيتها وغلبانه. عاوز اقول لك ان والله العبط والهبل سهل التصنع، اللي زي دين وزي علياء بيتصنعوا الجهل لكنهم فاهمين كل شيء. مفيش طفل بالدنيا هيقول لك ان مجموع السنه اللي فاتت هينضاف على مجموع السنه دي وبكده يبقى جاب مجموع كبير. دي طالعه تقول لك انها جابت 30% السنه اللي فاتت وهينضافوا على ال 50% الجداد وكده تبقى جابت 80% في ثانويه عام. صباح الفل، ده اللي بيستبح ما بيتوهش كده. انا بشوفها بتتصنع الهبل لكنها مش هبله، هي فاهمه كل شيء. اما بالنسبه للمليون جنيه اللي جولها باللايف عشان نجحت، مفيش الكلام دون. ما تزعلش وتاخد في نفسيتك وتقول دي عملت ايه عشان تاخد مليون جنيه. حتى انت اللي جايب 99% ما تزعلش، الموضوع كان كله تركيب اصلا. حتى الفلوس مش حلوه من النوع دون. عايز اقول لك ان البنت كان ردة فعلها حتى في اللايف عادي جدا. فانت عايز تقنعني ان حد جاله 100 اسد ورا بعض دي تكون ردة فعله؟ 100 اسد يعني مليون جنيه، فاكيد يعني دي مش هتبقى ردة فعله. حتى الشخص اللي عمل لها دونيشن ما كانش مكتوب جنبه غير اسد واحد. فحبيت اتكلم في النقطه دي لان برضو ناس كتير قارنت نفسها بسوزي، وليه هي هتعمل كل دون من عبثيات وهبل اللايفات واحنا بنتعب وبنجتهد ومفيش اي عائد. يا ابني ويا بنتي، انتم عوائدكم اعلى واكبر من اللي زي سوزي وشاكر ومداهم. انتم عندكم كرامه، هم لا. انتم عندكم رضا ومحبه من الله، عندكم عائلات بتتباهى بيكم. تخيل نفسك لو زي سوزي او مداهم او شاكر، حتى اهلك كلهم هيستعروا منك. روح شوف كم الكومنتات السلبيه على العيال دي بالسوشيال ميديا كلها، حرفيا الكل فرحان ان البلد طبعا بتنضف. خليني بقى اثبت لك ليه ما تبصش لواحده زي سوزي ولا حتى شاكر ولا مداهم، لانك لو هتبص له في الدعم اللي بيجي لهم فلازم تبص لها كمان في محنتها دلوقتي. سوزي تم القبض عليها، شاكر تم القبض عليه، ولكن ايه السبب؟ وزارة الداخلية المصرية عاملة شوية شغل عالي قوي يا جماعة، بتلم كل السرسجية والعيال اللي ملهاش لازمة اليومين دول وبتجيبهم وبتحاسبهم كمان. طب ليه خدوا سوزي؟ سوزي طلعت من يومين لبنت حسني مبارك بتقول لها انت بتجيبي سيرتي ليه؟ سيبوني في حالي. وسوزي كان باين عليها التوتر والرعب. اللي اتقبض عليها دي الناس كلها داخله تقول له سوزي ما اتقبضش عليها، ليه؟ انا مالي؟ وانا طلعت اتكلمت انا مالي؟ انا ماليش دعوه، انا في حالي، انا مالي؟ ما يتقبض عليه يتقبض عليه، تاخد معاه اجراءات قانونيه وعدل ومحكمه، الكلام ده كله انا مالي بيها، انا مالي؟ ما كانتش اصلا بتجيب سيرتي، انا كانت مشكلتها مع الناس الكبار، ماليش دعوه بيها. على سوزي اي بقى حد هيتحبس هتحط سوزي معايا يعني. فبعدها على طول تم القبض عليها. قال لك السبب ايه بقى؟ السبب انها غلطت بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولكن حضرتك لا، مش ده السبب. السبب قالته الوزاره بنفسها، وهو ان المحتوى بتاعها بيتضمن الفاظ خادشه للحياه والخروج عن الاداب العامه، يعني من الاخر بتسيء استخدام المواقع التواصل الاجتماعي بشكل غلط. فلو واخد بالك ده نفس العامل المشترك بينها وبين شاكر في القبض عليهم، وهي الاساءه والالفاظ الخارجه في محتواهم. عايز اقول لك ان في ناس كتير قدمت بلاغات للقضاء العالي على العيال دي، طبعا من اجل التحقق بامر الشباب دول، لان الموضوع زاد عن حده. مثال على كده الفنان اشرف سيف. الفنان ده مثلا لقيته منزل بوست على صفحته جامد قوي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو ما فيش مسؤول في البلد دي يوقف مستنقع التيك توكرز دول يا اخوانا، البلد بتنهار اجتماعيا واخلاقيا. ما فيش مسؤول يوضح لنا حقيقه واحده بقالها سنين بتقول انها بنت حسني مبارك، وكمان بتتكلم بمنتهى البساطه عن جرائم بشعه وبتحصل وبتتهم ناس بمنتهى الجراءه. الشعب بقى سايب شغله وبيتابع شويه جرابيع ما لهمش اي لازمه في الحياه. لا وايه، بيكسبوا ملايين من محتوى قذر وتافه. هو في ايه؟ شباب متعلم وزي الورد مش لاقي ياكل، وساقطات ومخنثين وصيع بقى معاهم ملايين. والاعلام الحقير، معلش يا استاذ اشرف هزود حاجه في اخر نقطه انت قلتها، والاعلام الحقير والزباله والمنحرف والقذر، كده السياق احسن. المهم قال لك ان الاعلام الحقير بيجري وراهم، وتشوف المذيع او المذيعه وهي في منتهى الانبهار وبتسال حشره قاعده قدامها قول لنا بقى ابتديت ازاي؟ لو مفيش قبضه حديديه توقف عوامل التخلف اللي بتجري في مصر نحو فقدان هويتها الثقافيه وبنيتها الاجتماعيه، هنروح في 60 داهيه. وده كان كلام استاذ اشرف سيف، وله مني احلى شابوه ورافع القبعه كمان. خلينا نمسك نقطه حلوه هو اتكلم فيها، وهي الاعلام. تخيل لما الاعلام يجري ورا واحده زي سوزي عشان بس جابت 50% وسايبين طالبات وطلاب جايبين 99%. تخيل لما يسالوا سوزي ابتديت ازاي وسايبين الدكتور الجميل الاستاذ هاني عبد الجواد اللي كان بيتحسر ان مفيش اعلامي واحد في مصر كلمه ومفيش جهه في مصر كرمته، بل تم تكريمه من الامارات الشقيقه. دكتور انا فخور ان هو مصري، دكتور ادخل السعاده على قلوب مرضى كتير، دكتور اصلا بيعمل عمليات بيخاف يدخلها اكبر الدكاتره بالعالم كله. وفي الاخر نروح نجري ورا سوزي، نروح نجري ورا كروان هغني هانتي. سوزي اللي مش اهل للدين بيسالوها عن النبي وعن انه كان نبي لا يعرف الكتابه والقراءه عليه افضل الصلاه والسلام، فترد بمنتهى الجهل والعبط وتقول لك الرسول فوق دماغي لكن التعليم اهم شيء. هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي طبعا، هو كان تاجر
والكلام ده كله، بس هي اهم حاجه الشهاده. الرسول بيلعب معاك يا بت انت؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اللي رجله كانت بتجيب دم من كتر الجري على الرمل عشان يوصل لك الدعوه بتعتبر على عدم تعلمه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اعلم منك ومننا كلنا يا جهله. انت مين اصلا يا اللي طالعه بشعرك ومصاحبه عيل بشخه زيك عشان تتكلمي عن الرسول؟ الرسول خط احمر. وانتوا بقى اجبروا يا جماعه، اجبروا بجد. نجحتوا شخصيات مكانها السجن اصلا. مروان في السجن من بدري على فكره، وحاليا كله اتاخد كمان. بطلوا تدوا للناس دي احجام ما يستاهلوهاش، خصوصا الفنانين اللي عمالين يطلعوا يقولوا لك سوزي دي جميله ومش عارف مدام حلو. بطلوا بقى، بطلوا. المفروض ان انتوا ليكم وزنكم اصلا معانا في مصر. انت لما تشوف واحد زي عبد الرحمن دون واسس طالعين مع واحد زي ابو عاطي يبقى في حاجه غلط، وانا هاجي لهم في حلقه خاصه بابو عاطي. اما بالنسبه للموضوع بتاع بنت حسني مبارك ووفاء عامر فالموضوع كبير قوي وفي تحقيقات. حتى في ناس كتير كانت ناشره بتقول ان وفاء عامر حاولت تهرب لكن اتمسكت في المطار، ولكن ده مش اكيد، ده هبد تقريبا. مفيش اي اخبار حتى الان بصفحه وزاره الداخليه على الموضوع ده اصلا، فانا بنصحك ان انت تتابعهم لانهم عاملين شغل الله اكبر. فمن هنا بقولها شكر خاص لوزاره الداخليه المصريه على تفانيهم في العمل وانهم شغالين زي الفل. نيجي بقى لمداهم، ايه حكايته وليه اتمسك هو كمان؟ وليه انا مسميه دلوقتي افيونا؟ نفس الكلام بسبب فيديوهاته اللي مليانه الفاظ خادشه للاداب العام ومحتوى تافه. لكن الغريبه يا اخي ان هو حتى كمان مسكوا معاه اشياء مخالفه زي شاكر بالظبط. يعني مثلا لقوا في بيته دولارات كتيره جدا وفلوس مصريه، لقوا كمان معاه مواد مخدره زي الحشيش والافيون. مداهم طلع افيونه. انا مش متخيل ان نظرتي للامور طلعت صح. الفلوس يا جماعه نكبه وكثرتها بتفقد الشخص اخلاقه. الله اعلم اصلا واحد زي مداهم دون كان عنده اخلاق ولا لا، ولكن واحد عنده فلوس بالشكل دون كتير قوي ومدمن كمان، فمستني منه ايه؟ لكن في العموم يا جماعه الفلوس نكبه، خدوا بالكم. يا اخي ده انت يكفي بس ان انت تنزل شغلك كده بتاخد 5000 بس، يكفي ان انت تنزل شغلك مع زمايلك في العمل ايا كان شغلك ايه، حتى لو بتشتغل بترفع وبتشيل وبتعمل، يكفي ان انت تقف مع صاحبك كده فاهم في بدايه اليوم على عربيه فول تاكلوا وتفطروا وفي الاخر تروحوا تشوفوا شغلكم. هي دي المتعه. انا الصراحه كنت متغاظ قوي، مش عشان نفسي بل متغاظ يعني مثلا لما اشوف عربيه زي دي ماشيه قدامي كل يوم وفيها اكتر من 15 راجل رايحين عشان يشتغلوا في الفاعل ويشيلوا احجار على دماغهم من اجل 200 جنيه اخر اليوم، وشاكر بيجي له في اللايف الواحد مليون جنيه، ففي حاجه غلط. دلوقتي هتسال نفسك ايه المشترك ما بين كل دول في القبض عليهم؟ هقول لك نفس التهمه، خدش الحياء والاداب العام. يعني كل من يخدش الحياء هيتجاب. حتى عباطي ممكن يتجاب بسبب الالفاظ بتاعته. بتشتم بقى هتتاخد، بتطلعي تعملي الروتين هتتجابي، لان اتمسك كتير من بتوع الروتين برضه. تابع الداخليه لانهم بينزلوا كل حاجه هناك. اما بالنسبه لام ساجده فنفس الموضوع، ولكن خلينا نقول ان اخر فيديو هو اللي وقعها. اخر فيديو عملته ام ساجده لما كانت بترد على بنت الرئيس حسني مبارك كان فيديو مليان الفاظ خدشه فاتقبض عليها بسببه. اعتقد ان هي بتلعن الحظ اللي خلاها تعمل فيديو زي دون عشان ترد على بنت حسني مبارك. فانا عن نفسي يا جماعه بالنهايه بقول لكم ابعدوا عن المغريات يا جماعه. انتم ماشيين زي الفل، انتم متعلمين مش جهله، انتم ذو كرامه مش بني ادمين مهانه، انتم مميزين مش زي قطيع الخرفان بتمشوا في اي اتجاه. انت يمكن تكون فقير او على قد حالك، لكن الفلوس تقدر تعملها بسهوله من خلال تعليمك اللي تعبت كل السنين اللي فاتت دي عليه. الكرامه عمرك ما هتقدر ترجعها تاني، لكن الفلوس تقدر تعملها. حتى كمان بالنسبه للموضه يا جماعه، انا بشوف عيال بتلبس بناطيل واسعه قوي وقصيره. يعني زمان كان بيقول لك عن الشيوخ اللي كانوا بيلبسوا البناطيل القصيره دي، ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم دون؟ عشان دلوقتي نلاقي الشباب الفمايصه لابسين لك بناطيل اسمها وايد ليج وقصيره زي ما انت شايف مونلي باشا دون. يعني انا مش فاهم ازاي واحد ممكن ينزل من بيته بالشكل ده. وانا عايز اقول لك ان انت خليك مميز، خليك شخص راقي انيق، بص للناس بتعمل ايه واعمل انت العكس تماما، خليك شخص مختلف. وبس يا جماعه اخيرا حابب اقول هننضف من سفاله التيك توك وكل شيء هيكون بحساب. بس كده يا جماعه استنى رايكم في الكومنتس تحت سواء مع او ضد. هل انت شايف ان الناس دي المفروض تتحاسب ولا لا؟ يلا سلام.